السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ريفيو جديد وهنتكلم عن الاير فراير اللي هي الهوائية ماركة اديسون، وتختلف عن غيرها في ايه. انا كنت اتكلمت قبل كده عن ماركة بلاك اند ديكور الفرن، واتكلمت عن الديلونج الحلة. لو حابين تعرفوا اي تفاصيل والفرق ما بينهم وانهي الافضل ممكن ترجعوا للقناة عندي، هتلاقي الفيديوهات موجودة عندي. النهارده هنتكلم عن عيوبها وعن مميزاتها بالتفصيل. هي الماركة اللي معايا دي إديسون فرن 16 بروجرام، اللي هي سعة 14.5 لتر. التحكم باللمس عن طريق التاتش، في طبعا الزرار اللي واضحة قدامكم بالمنظر ده هي اللي بتتحكم في القلاية. في 3 مستويات لباب الاير فراير. التكة الأولى ده المستوى الأولاني، التكة التانية نفس القصة المستوى التاني، والتكة الأخيرة اللي هو باب الغلق ده المستوى التالت. زي ما انتم شايفين كل المكان اللي هي الواضح قدامكم، الشاشة الواضحة دي بتتحكم في الزراير كلها عن طريق اللمس. الزرار اللي دوست عليه دلوقتي ده زرار الباور اللي بيتحكم في غلق وفتح الاير فراير. خلاص البكرة اللي موجودة هقول سبب وجودها دلوقتي وايه اللي انا هستخدمه فيها وهستخدمه امتى. بس مبدئيا فيها 16 بروجرام زي ما انتم شايفين، فيها سمبوسة وبيتزا، مشويات وتجفيف وفك تجميد وستيك وسمك ودجاج. أجنحة. فيها 16 بروجرام ممكن تتحكموا فيهم، ممكن تستخدموا بروجرامات منها لتسوية حاجة تانية، مش لازم نفس اللي موجود. المهم انت هتستخدمي عن طريق السخان العلوي، السخان السفلي، ولا هتستخدمي عن طريق حاجة واحدة، ولا للفك التجميد مش هتستخدمي سخانات. يعني كل حاجة وليها ظبط. دلوقتي ظهر قدامكم في زرار الوميض دوت، اللي هي المدور دوت، الشواية اللي بتلف اللي هي بنستخدمها دايما في سلة البطاطس. السخان اللي بيطفي ونور ده فوق وتحت، ده سخان فوق وتحت. طبعا دي من ضمن مميزاتها ان فيها 2 سخان. الزر اللي دوست عليه دوت اللي هو بيتحكم في درجة الحرارة مانيوال، يعني انت خلاص جبتي درجة الحرارة 200 لبروجرام معين، عايزة تغيريه وتقلليه علشان مثلا هو تسويته بالنسبة لك افضل 180 مثلا، هجيب الزرار وادوس عليه وهتحكم درجة الحرارة من البقر. دلوقتي انا بسوي هنا بطاطس في السله الدواره. ده الزرار اللي بيتحكم في السله الدواره، بدوس عليه بيقف، بدوس عليه لما بينور كده ويطفي يبقى هو شغال. اللمبه اللي جنبها بتنور لك علشان تشوفي الدنيا فيها ايه جوه. درجة الحرارة زي ما اتفقنا من الزرار ده سخان فوق وتحت وميض يبقى هو شغال حاليا، ده سخان فوق وكده مش شغال خلاص، بدل هو منور وثابت يبقى هو مش شغال. الزرار زي ما قلنا ده بيتحكم في درجة الحرارة، ده في التايمر، وبرضه عن طريق البكرة لو هدوس تايمر وعايزة اتحكم في درجة الحرارة خلاص هو هدوس عليه هيبتدي ينور ويطفي. اجي عند البكرة وابتدي العب يمين او شمال، لو عايزة درجة الحرارة 20 19 هستمر لحد ما تنزل. خلاص هي هتثبت دلوقتي. الضوء زي ما قلنا احنا خلاص طول ما هو بينور ويطفي فهو شغال، بنور بس فهو كده مطفي. الدوارة طبعا هي كده شغالة على جزء الشواية، فهي بتلف، دوست عليها هتقف، بتنور وتطفي يبقى هي شغالة. يبقى دلوقتي اللي شغال في اللوحة دي كلها سخان فوق وتحت، والسلة الدوارة اللي هي شغالة بتلف فيها فتحات تهوية من الجناب علشان درجة الحرارة، والمفروض ان انا ما اكونش لازقاها قوي في الحيطة. خلاص معاها مشتملاتها عبارة عن الجزء الباسكت دوت بتاع الستيك وبتاع المشويات، اللي هي برضو ليها سيخ بتتحكم في اللف. يعني انا لو حطيتها مكان السلة الدوارة بتاعة البطاطس هتلف لي، لو عندك حاجة ستيك او مشويات وعايزة تلف معاكي وتاخد كمية اكبر وتبقى مضغوطة، فالجزء ده الخاص بيها. والجزء ده الخاص لو انت عندك فرخة كبيرة وعايزة تحطيها، ممكن تحطي حاجة سيليكون تحت، او الورق اللي هو الزبدة، الحاجة اللي ممكن، او تحطي صينية لو في عندك طبعا صواني هتبان دلوقتي معانا، ممكن نحطها كمان في الداخل وتحطي عليها الفرخة وتحتيها بطاطس او ايا كان الاكل اللي انت بتعمليه. بيجي معاها السبت اللي انتوا شايفينه دوت، صينية مخرمة بحامل من الجناب علشان لو في حاجات غويطة زي فراخ او حاجة عايزة تحطيها. وبيجي معاها برضو النوع دوت مربع هو كده شوية، بيجي تقريبا صواني بالشكل دوت حوالي 4 صواني من دول، بس انا استخدمت واحدة منهم في الفرن. وكمان عندي الصينية اللي انتوا شايفينها دي معمولة من مادة التيفال، وبتيجي معاها الجزء الخاص بالشواية اللي بيثبت الفراخ او الحاجة اللي انت
هتشويها. وده حامل لو انت هتحطيها واقفة، مش هتحطيها رأسي. خلاص. وكمان في عيب هيظهر معانا برضو كل القطع دي، وعيب مش بسيط برضه عشان تبقي حاطاه في الاعتبار، ان مادة التيفال او التeflon او الجرانيت او اي مادة من المواد دي، لو انت في سوء استخدامك في الغسيل او ما استخدمتيش مفارش سيليكون او ورق زبدة، بتبقى معرضة للبهدلة. طيب دي هنا اتعرضت معايا يعني للحرق، بس انا كنت بحط سيليكون وكنت بحط حاجة، بس طبعا الحاجة اللي فيها الزيوت مع التسخين بتعمل كده. يعني لو سربت ونزلت على الصينية بيحصل فيها دي، ومع طبعا الغسيل بيحصل كده، ولازم تتنشف فورا لان الجزء دوت بيصدي لو اتساب فيه ميه. الصينية دي من الجنب حصل فيها برضو نفس الموضوع، برغم ان انا كنت حاطة دايما مفرش سيليكون، بس مجرد الغسيل العادي عمل كده. ده الشبك اللي هو الصواني اللي تقريبا القلاية شغالة عليهم، هما 3 أرفف، ادي رف واتنين وتلاتة، وممكن تحطي واحد في النص ويحمل على لو قطع فراخ عالية او حاجة، لكن هما اساسي 3 مكان مخصص للصواني دي. انا جبت طبعا ورق الزبده دوت، في منه اشكال والوان كتيره قوي، وفي منه خامات وفي منه مقاسات، بس هيحافظ لك على الشبك، وخصوصا الشبك ده لو ما حطيتيش حاجه تحت خالص زي الصينيه هينقط على السخان السفلي وهيعمل فيه تلف، فهيبقى صعب جدا تنظيفه فيما بعد. وفي كمان قوالب السيليكون ديت، ممكن تعملي فيها الكيك، ممكن تعملي فيها اي حاجه مش بتضر خالص في الاير فراير، وده مفرش سيليكون مخرم. برضو بحط تحتيه حاجة لو حطيته يعني عشان ما يبهدليش الدنيا، وده برضو مخصص للكيك. كلها حاجات عملية، بس تنظيفها للأسف بيبقى صعب وبيعلم وبيبقى بيسيب فيه أثر. يعني ما بي... لو بقى عاملة فيها فراخ أو حاجة ممكن تلاقي فيه بعد كده أثر بني مش بيروح نتيجة حرق الزيت أو الدهون. بس هي بالنسبه لي افضل ان انا احطها على الحاجه على طول. انا طبعا هنا عملت البطاطس عشان برضو اوريها لكم، واستخدمت السله دي، هي خدت تقريبا حوالي 700 جرام مثلا بطاطس، 600 جرام بطاطس، حاجه كده. طلعت كويسه ومقرمشه وطلعت حلوه قوي، بس انا ما استخدمتش درجه الحراره عاليه 200 زي موجوده في البطاطس، انا نزلت درجه الحراره ل 80. وعملتها قبل كده كمان في الديلونجي، ولو حابين تشوفوها وتشوفوا ايه الفرق ما بينهم شوفوا في القناه عندي الفيديو. تنظيفها طبعا سهل جدا، افضل بالنسبه لي من الحله بكتير. الحله علشان تيفال فتنظيفها بيبقى صعب، وبتبقي خايفه جدا على انك تجرحيها او ان انت تقشريها، لكن هنا هي معموله من الاستانلس الداخلي كلها، والسخان اللي تحت شمعتين، فالموضوع بسيط جدا في تنظيفه. بعد كل استخدام بغسلها وهي سخنه، فالموضوع بالنسبه لي بسيط. ده الديلونج اللي انا كنت اتكلمت عنها، وبرده لو حابين هنزل لكم الفيديو في التعليقات. فك التجميد، لو انت عندك فراخ مجمداها متبلاها هتدخليها على البروجرام بتاع فك التجميد في اقل من تلت ساعة نص ساعة، فك التجميد ده كله هيفك وهترجع طبيعتها كأنك سايباها من بالليل للصبح فكة براحتها. وهتستخدميها شوي عادي. الفراخ ممكن لو هي صغيرة ممكن تاخد معاكي ساعة، ساعة ل10 دقايق. وطبعا هتتحكمي في درجات الحرارة 180 وتبتدي تعلي علشان الوش يحمر، وهتتابعيها وممكن تبدليها رف من فوق لتحت. عملت كمان فيها همبرجر، عملت فيها سمبوسة، عملت فيها بانيه، عملت فيها ستريبس، عملت فيها حاجات كتيرة جدا وكلها نجحت ما شاء الله، الله أكبر عليها. ممتازة ووفرت معايا في الوقت، وكمان بالنسبة للكهرباء مش عالية. عملت فيها ممبار وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحة هي عملية جدا، وأحلى حاجة من مميزاتها موضوع السخان العلوي والسفلي، وبيسهل معاكي في التسوية وفي قرمشة الحاجة بدون زيت. يا رب أكون قدرت أفيدكم. أشوفكم على ألف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.